مساء الخير، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. لو أنت خريج زراعة حديث فالفيديو ده ليك. رقم واحد، ابدأ دور على الخبرة، وده من خلال حاجتين: إنك تنزل تدريب أو تنزل شغل. مفيش مشكلة لو كان ده مجاني أو تطوعي في البداية. رقم اتنين، ابدأ كون شبكة علاقات في المجال الزراعي. رقم تلاتة، حاول تكون ظاهر ومنتشر، وده من خلال انك تنزل تحضر مؤتمرات وايفنتات، لانه ده هيساعدك انك تكون ابديت اول باول بالمجال الزراعي وسوق العمل. رقم أربعة، حاول تكون متخصص في المجال الزراعي، طبعا ده بعد الاطلاع بصفة عامة على المجال الزراعي. كمان حاول تطور مهاراتك الشخصية زي الإقناع، التفاوض، مهارات التواصل برضو. كمان حاول تطور مهارات برامج الأوفيس زي الوورد، زي الإكسل، زي الباوربوينت. وكمان نختم بمهارة مهمة جدا، وهي اللغة الإنجليزية. الكلام ده من خلال لما كنت بشير فرص عمل، وما زلت بتجيني من دكاترة مثلا في الجامعة أو مسؤولين شركات بيكونوا محتاجين باشمهندسين زراعيين. فبيكون بنسبة كبيرة أغلبية المهارات بتدور حوالين النقاط دي. فنبدأ نركز على المهارات دي. لو انت خريج او انت طالب، ابدأ ركز على المهارات دي لانها هتفرق معاك بكرة وبعده. وبالتوفيق ان شاء الله. وحابب انوه على نقطة مهمة جدا، ونقدر نقول كمفاجأة، هي في داتا كويسة جدا معايا، يعني الاماكن شركات ومصانع. فلو حد محتاجها ممكن يعرفني يعني في الكومنتات، وانا هبدأ ابعتها له، مفيش مشكلة يعني. وبالتوفيق ان شاء الله.